السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الإخوة الأحبة الأفاضل، كما وعدتكم من قبل إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد أن تكلمنا في حقيقة العلمانية وتاريخها ومساوئها وغير ذلك، سنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن رموز هذه العلمانية. عايزين نشوف بس الناس دي عايزة توصل لإيه. الرموز دول اللي هم بيعتبروهم قادتهم واساتذتهم وعلمائهم وكبراتهم وكل شيء، يعتبروا بالنسبه لهم هم المشرعين، هم الالهه من دون الله والعياذ بالله. هي هامان وفرعون هذا العصر. وكلما تيجي تتكلم مع اي حد من العالمين بتوع اليومين دول، الناس مش عارفه اي حاجه في اي حاجه، يقول لك لا والله اصل احنا الاسلام اليومين دول ما يصلحش، الاسلام دول مش ما ينفعش عشان الواقع وعدم الواقع والكلام ده كله، وابو عمر وعثمان وعلي ده مات، وده قالوا برضه عمرو اديب ماتوا مقتولين وغير ذلك، والكلام ده بيرددوه كلام مين؟ كلام قادتهم ورؤسائهم بتوع العلمانيين زي طه حسين والكواكب وغيره، ورأي الناس دي في الدين. انا هقول اما انت يعني احد ثلاثه. اخي الفاضل، ايها يا من تحمل هذا الفكر ايا كنت، انا هكلمك في هذه القضيه. انت ايه؟ اما انك انت تعتنق فكر العلمانيه اللادينيه، فكر الليبراليه الحريه والعمليه، واسع معاك سمر الكلاب بن تمر هندي، وعارف ان هو ده اصلا مش قضيه فصل الدين عن الدوله بس، هو ده الحاد وكفر وبعد عن الدين وحربك لهذا الدين. واما انك مخدوع مش عارف اي حاجه في اي حاجه. دي احنا ممكن نوضح لك الايه ونشيل الغمام من على عينيك. انت تعتقد في اول جزء انك انت هذا هو مذهبك ومبدأك، خليك واضح بقى وصريح واعلنها. والثالث اما انك انت تكون اصلا انسان مكابر وفهمت الغلط ومش قادر تقول لا. ارجع الى ربك، وان شاء الله تبارك وتعالى سنوضح لكم هذه العلمانيه ورؤوس هذه العلمانيه وتقربهم الى الاعداء وبعدهم من الدين وتجرؤهم وافتراءهم على الله وعلى رسوله وعلى القرآن وعلى كل شيء. طه حسين، نعم طه حسين يفتري على الدين ويسب القرآن والسنة وغير ذلك، ويفتري على الحبيب والصحابة، نعم والله. انا ان شاء الله تعالى مش هجيب لكم حاجه من عندي كما عهدتكم، ولكن كل اللي هقوله لكم ان شاء الله تبارك وتعالى انا هوضح لكم. هي دي صوره الناس. يا من تقول انك انت دلوقتي فكرك ليبرالي وعايز الحريات وغير ذلك، طيب ماشي، هي دي رؤسائكم. الناس دي ما كانتش مخدوعه زيكم ولا مش مضحوك عليهم، لا الناس دي فاهمه يعني ايه كويس، تمام، عارفه يعني ايه ان هي بتحارب من اجل ايه، وفاهمه قضيتها كويس، طه حسين وغيره. انت لو انت مضحوك عليك، تعالى هتشوف هتقدر تدافع عن طه حسين بعد كده ولا لا. لو انت مكابر يبقى دي حاجه ثانيه بقى. طه حسين ونظرته للدين، الناس اللي الاعداء خدها وكبرها ووظفها واعتبرها ان هم دول رموزه، وهجيب لك من اقوال الاعداء انفسهم. طيب تعال نشوف طه حسين عميد الادب العربي، مسلسل الايام بقى، واحمد زكي وصفيه العمري وغيره، دي فراوي العمليه ايه. طيب نشوف الناس دي فكره ايه. هل هو كان بيؤمن بربنا؟ هل هو تنصر بجد وراح الكنيسة؟ سيبك من موضوع تنصر، فيها كلام. إنما هل هذا الرجل تجرأ على الله ورسوله؟ تعال نشوف الراجل ده نظرته للقرآن إيه وللدين إيه، واحكم أنت. أنا هذه رسالة للعلمانيين، رسالة ليكم، شوفوا الكلام ده، وهجيب لكم إن شاء الله تبارك وتعالى رموزكم وكبراءكم وأساتذتكم اللي أنتوا بتاخدوا منهم الكلام. بس مرروا الكلام ده، مش هقول على شرع ربنا لو انتوا اصلا عندكم ازمه مع الشرع، تمام، لا، مرروا الكلام ده على عقولكم وشوف العماله الموجوده. تمام يا سيدي، يلا بينا نشوف سوا ان شاء الله تعالى الاستاذ طه حسين. مش مهم بقى تاريخه بقى، اتولد امتى ومات امتى والحاجات دي كلها. طه حسين يكذب صريح القرآن، بيقول في الشعر الجاهلي في صفحة 26 بيقول ايه بقى؟ للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، والقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي، فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها. ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة، وبين الإسلام واليهود من جهة أخرى، إلى آخر ما جاء في هذا الصلاة. الرجل لا يؤمن بإبراهيم وإسماعيل، مش موجود، مش مهم هم موجودين ولا لا، إيه يعني القرآن ذكرهم أو لا، لا ده القرآن ده فيه حيلة من القرآن نفسه إن الناس دي موجودة وهي مش موجودة. يا شفت صريح القرآن يكذب في وضح النار، ولا يقول له أحد إيه
هذا خطأ أو غير ذلك. لا، الناس قالت وما حد سمع. الناس بتضع رؤوسها في الرمال. أنا أقول أيها العلمانيون لا تضعوا الرؤوس في الرمال، وإن معكم لآخر الطريق. هيا بنا يا أبنائي، هيا بنا يا إخواني لنرى سويا. ماذا يقول طه حسين؟ يكذب أيضا ويقول طبعا معروف أن القرآن أنزل على 7 أحرف. أنزل القرآن على 7 أحرف. وحديث أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزده ويزدني حتى أنتهي إلى 7 أحرف. طبعا مش عاجب الأستاذ طه حسين الكلام ده، بيقول لك القرآن السبع، إنما القراءات السبع العرب كلمتها حيث ما استطاعت، بس يعني هي كلمتها عشان ما عرفت بس كده، إنما هو مش من عند ربنا. طه حسين ونسب النبي، شوف بيقول في نسب النبي. الكلام اللي بقوله ده هو اتوجهت له تهمة شخصية وذهب إلى النيابة بها. ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهلين، وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه إلى قريش. فالأمر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشم، وهذا تحقير طبعا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طه حسين دعا إلى ترجمة القرآن الكريم، فتصدى له الدكتور محمد سعاد جلال. قال الأستاذ الدكتور جلال بيقول لك إن ذلك هدف الاستعمار الذي لا يطمئن على أنه قد ازدردت الأمم الإسلامية ازدردادا كاملا إلا بعد تخليصها من الشوكة التي تقف في حلقتها في حلقه، وتمنع عليه عملية الابتلاع الكامل، وهو صوت القرآن العربي المجلجل في صدور المسلمين أيا كانوا. وراجل عايز يمنع الكلام. طب ماشي يا عم. طه حسين بيقول لك لو أن الحضارة الحاضرة أزيلت وأريد تأسيسها حضارة جديدة، عايز يحط إيه بقى؟ أي إنسان هيحط إيه؟ هيحط اللي بيعتقده طبعا. هو لا هيحط لا قرآن ولا سنة ولا حاجة. راجل ما بيعتقدش في الكلام ده، راجل واضح صريح. بيقول لك لكانت فلسفة أرسطو أساسا لها. في كتابه رحلة الربيع بيقول لك إنها أثينا يعني هل هي التي أرسخت الأجيال وللإنسانية؟ هي التي أرسخت الأجيال وللإنسانية طريقها الذي سلكته وستسلكه مدى الحياة. طه حسين بيقول لك وليس من اليسير بل ليس من الممكن أن نصدق. إيه يا عم الحاج؟ مش عايز يصدق بقى حاجة أن القرآن كان جديدا كله عن العرب. بيقول لك أن القرآن قديم بقى، فلو كان كذلك لما فهموا ولما وعوه ولما وعوه ولا آمن به بعضهم ولا ناهضهم وجادل فيه بعضهم الآخر. الراجل بيقول لك ان القرآن ده مش لازم يكون فيه حاجة موجودة غير القرآن اللي منزل من عند ربنا عشان خاطر الناس تبقى فاهماه وتعرف تعترض عليه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قل يا طه حتى تسمع علمانين هذا العصر إن الفرعونية متأصلة في نفوس المصريين وستبقى كذلك، بل يجب أن تبقى وتقوى، والمصري فرعوني قبل أن يكون عربيا. ما فرعوني قبل كل شيء. هم يا اخوانا عايزين يخرجوا لنا حاجه جديده، زي ما قلنا بقى في موضوع اسره حورس، واللي يولع بجاز عبد المنعم اللي هو كان ماسك اسمها دي الشباب والرياضه، ويبوظ لك الشباب، وحرس راح وغرز جه، هو ده اللي عمله بقى شمبليون لما جه مع نابليون عشان خاطر يفك حجر رشيد وكده، رموز حجر رشيد، وطلعوا لنا حاجه جديده. ويبقى اللاعب الكبير يقول لك الفرعون الصغير، فرعون مصر، واصلنا فراعنه. يا اخوانا احنا احفاد الصحابه نفتخر بذلك. بيقول لك أنه ممن خلق الله لهم، وكان يفتخر، كان طه حسين يكرر ويقول أنه ممن خلق الله لهم عقولا تجد في الشك لذة وفي القلق والاضطراب رضا. الراجل بيتكلم على الكعبة بقى، الراجل ده مش مؤمن بالكعبة نفسها. بيقول لك إذن فليس يمنع قريش أن تقبل هذه الأسطورة. إيه الأسطورة دي اللي قريش بقى التي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، وعنده أن إبراهيم وإسماعيل مش موجودين أصلا. يا سبحانك يا رب. بيقول لك إن القرآن المكي، ايه يا عم رأيك في القرآن المكي يا عم طه حسين؟ يمتاز بالهروب من المناقشة والخلو من المنطق. ياه، لما قالوا له يا عم طه والله ما ينفعش انك انت جبتوا منصرين مبشرين في الجامعة والناس دي بتسب في الله ورسوله والذين امنوا وتشك الناس في دينهم، بيقول لك ما يضر الاسلام ان ينقص واحد او تزيد المسيحية واحد، مش مشكلة عنده خالص، يعني واحد يتنصر واحد كده. الراجل ده اصلا ملوش دين اصلا، يعني لانه ذكرت مجله النهضه الفكريه على فكره في عددها الصادر في 7 نوفمبر 32 ان الدكتور طه حسين تعمد في احدى الكنائس فرنسا وانسلخ من الاسلام من سنين في سبيل شهوه ذاتيه. وبالفعل لما تدخل حتى عند الاقباط تلاقيهم عاملين له قصيده كبيره جدا وكده، وقال الكلام ده السكرتير بتاعه. الله اعلم بهذه القصه، ولكن ناتي بقى لكلامه اللي هو واضح، مش محتاج ان هو يتنصر ولا يدق صليب.
بيقول لك في الادب الجاهلي اللغه العربيه مقدسه ومبتذله. يا مقدسه ومبتذله، طب ازاي دي؟ ده حاجه غريبه شويه. قول لنا يا عم طه. مقدسه لانها لغه القران والدين، وبالتالي لا يمكن اخضاعها للبحث العلمي الصحيح الذي يستدعي الانكار والتكذيب والنقد والشك. ومبتذله لانها تدرس لنفسها، وبالتالي لا تستطيع اخضاعها للبحث العلمي. طب ماشي يا عم طه. منهج طه حسين بقى في دراسه الادب بقى بيقول لك: من ذا الذي يستطيع أن يكلفني أن أدرس الأدب لأكون مبشرا بالإسلام أو هادما للإلحاد؟ سأجتهد في درس الأدب غير حافل بتمجيد العرب. تمجيد العرب؟ طب ماشي، بتمجيد العرب لا مكترث بالنعي عن الإسلام. تسألني عن الفرق بين الأدب العربي والأدب الفرنسي. قول يا عم الفرق بقى، قول يا عم شجاع السيم. فإني في ذلك لا أختلف في ذلك عن المستشرقين. هو نفسه بيقول يا إخوانا والله، يعني هو راجل منصر ابن 60 في 70، مش عايز أقول كلام يتحسب علينا. قول يا عم المستشرق. الذين بحثوا عن الموضوع، وهو في الواقع فرق بين العقل السامي والعقل الآلي. ياه. فالأدب العربي سطحي يقنع بالظاهر، يعني حاجة ملهاش لازمة زي الأدب ده. والأدب الفرنسي ماله بقى؟ الأدب الفرنسي عميق دائم التغلغل، وفي الأدب الفرنسي وضوح وتحديد لا وجود لهم وفي الأدب العربي. أمال أنت عميد عربي على إيه؟ وقصة إيه؟ بيقول لك إيه؟ طبعا هو بيفهم القرآن منين؟ هو الراجل ده يا إخوانا جاب الكلام ده منين؟ يا ناس يا هو بيا خلق هو اسمعونا بقى. الراجل ده يا اخوانا خد دينه منين؟ من الازهر؟ لا ما خدوش من الازهر. بيقول يفهم القران من المستشرق كازانوفا. بيقول لك: لم اكد اجلس الى كازانوفا اللي هو منصر صليبي متعصب حتى استيقنت ان هذا الرجل كان اقدر على فهم القران وامهر في فهمي وتفسيري من هؤلاء. طبعا يقصد علماء الازهر الذين يحتكرون علم القران ويرون انهم خزنته، تمام، واصحاب الحق في تاويله. طب مين في اصحاب الحق في تاويله؟ كازانوفا يقول في السياسة في منشور له: لولا كازانوفا ما فهمت القرآن، في 27/3/26 سنة 26. بيقول: كان كازانوفا مسيحيا شديد الإيمان بمسيحيته فيها إلى حد النصوص، ولكنه كان إذا دخل غرفة الدرس في الكواليج دي فرانس نسي من المسيحية واليهودية والإسلام كل شيء. طيب الراجل بقى هيجيب لنا بما لم يأتي به الأولون. بيقول لك: إن الإنسان يستطيع أن يكون مؤمنا وكافرا في وقت واحد. إزاي؟ قول لنا بقى ازاي؟ مؤمنا بضميري وكافرا بعقلي. يا والله يعني كتر خيرك، يعني تعبت نفسك معانا. يقول لك طه حسين بقى، شوف بقى بيتكلم اوروبا يقول لها ايه: لقد احتزمنا امام اوروبا ان نذهب مذهبها في الحكم ونسير سيرتها. وراجل عايز يمشي ورا الايه؟ ورا السيره بتاعتها في الاداره، مش بس كده، ونسلك طريقها في التشريع. ما هو احنا ممسكين في القانون الفرنسي. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك يا مصر والله. يا ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا التزاما صريحا واضحا قاطعا أمام العالم المتحضر بأننا سنسير سيرة الأوروبيين في الحكم والإدارة والتشريع. فلو هممنا الآن أن نعود أدراجنا وأن نحيي النظم العتيقة القديمة بقى، الإسلام وغيره، لما وجدنا في ذلك سبيل. راجل واضح مش محتاج حاجة. تجنع الإسلام حيث قال بأن الإسلام لم يغير حياة العرب. الإسلام ما غيرش حياة العرب، أمال عمل إيه؟ وأنه بقى على هامش حياة المسلمين، وأنه لم يستطع أن يفرض حياة المسلمين بين أصحاب الحضارات الأخرى. يا سبحانك يا رب. أمال أنت مسلم إزاي؟ حتى عنده الفقه الإسلامي بيقول لك: ولكننا لا نشك في أن الفقه الإسلامي قد تأثر بالفقه الروماني قليلا أو كثيرا، سواء علم بذلك الفقهاء أو لم يعلموا. طه حسين بيقول لك: لو وقف الدين الإسلامي حاجزا بيننا وبين فرعيتنا لنبذناه. الراجل خلاص بقى واضح. بيقول لك: مصري قبل كل شيء، فهو لم يتنازل عن مصريته مهما تقلبت الظروف. بيقول في مجلة المكشوف المارونية في بيروت سنة 38 عن كتاب لم يصدر للدكتور طه حسين وهو مستقبل البحر المتوسط في الشرق والغرب. قول يا عم طه. اتكلم عن المعتزلة. بيقول لك عنهم ايه بقى؟ قول يا عم. انه استكشف كتابا عظيما الخطر في تاريخ الفلسفة الإسلامية. ايه الكتاب ده؟ المغني للقاضي ايه عبد الجبار. وهو كتاب يصور مذاهب المعتزلة في علم الكلام. طبعا هو بيروج فكر المعتزلة. اي حاجة يدق باب، اي حاجة تبقى ضد الإسلام، يهود نصارى معتزلة اي شيء، شيعة، لانه كان بيبرئ ابن سبأ. الراجل بيدق بابهم، راجل واضح وصريح ضد الإسلام. يا من تقولون طه حسين قدوتكم، تعالوا نتكلم عن طه حسين تحت المجهر الشرعي. طه حسين تحت المجهر الشرعي. بيقول لك إن القرآن القرن الثاني للهجرة
كان عصر شك ومجون وزندقة وفجور، وأنه يتخذ لنموذج لهذا العصر أبو نواس ووالبة ومسلم بن الوليد وأمثالهم من شعراء الله. بصوا في الراجل بقى نظرته بقى لربنا والنبي. الراجل ده بيعبد مين؟ بس حد يقول لي الراجل ده بيعبد مين؟ الراجل ده هل اتخذ الله ربا والإسلام دينا ومحمد رسولا؟ لا. بيقول لك ايه بقى؟ إن الدين حيث يثبت وجود الله ونبوة الأنبياء ويأخذ الناس بالإيمان بهما يثبت أمرين لم يستطع العلم أن يثبتهما، فالعلم لم يصل بعد إلى إثبات وجود الله، ولم يصل بعد إلى إثبات نبوة الأنبياء. يعني عادي خالص، العلم لم يصل إلى أي شيء. يا والله العظيم، بس الناس دي تسمع الكلام ده والله دلوقتي عشان ما تقولوش احنا بنتجنى عليه. بيقول لك ليس يعنيني هنا أن يكون القرآن قد تأثر بشعر أمية ابن أبي الصلت أو لا يكون، ثم يقول لما لا يكون أمية ابن أبي الصلت قد أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن مصدر أمية ومحمد واحد. يعني مصدر أمية ابن أبي الصلت الشاعر، ومصدر النبي محمد في أخذ إيه بقى؟ إيه؟ واحدة، وهي قصص اليهود والنصارى. قصص اليهود والنصارى اللي احنا عندنا في القرآن وفي السنة الموجودين يا ملهمش أصل. إيه؟ لأن احنا مصدرنا واحد، احنا وابن أبي الصلت واحد يا إخواننا والله. بيقول لك إن نسخة من ألفية ابن مالك تعدل 50 نسخة من القرآن الكريم. إيه يقصد إيه في الوزن يعني بشرحها ولا إيه بالظبط؟ مش عارف الراجل ده كان عايز يقول إيه. أظن واضح الكلام. لما تيجي تقول لواحد والله العظيم الكلام واضح، يقول لك لا والله يمكن قصده كذا ويمكن قصده كذا. أنت عارف بيفكروني بمين؟ يبقى راجل جه قدام صنم وسجد له، ومعروف إن الصنم ده بيسجد، يقول لك لا والله ده الراجل تعبان، ده أغمى عليه ولا حاجة واترمى على الأرض. ياه، يعني الراجل بيقول لك أنا كفرت أهو. تيجي واحدة لابسة بدلة رأس وقاعدة في فرح وبتهز وبترقص، واضحة دي إن بترقص ولا لا؟ يقول لك لا ده أنت إنسان ظنك وحش، ده بطنها وتعباه وعندها مغص وبتتلوع شوية. ياه. طب يا عم، إن العالم الحقيقي ينظر إلى الدين كما ينظر إلى اللغة، وكما ينظر إلى الفقه، وكما ينظر إلى اللباس، من حيث أن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتماعية. يعني الدين والحاجات دي ظواهر اجتماعية يحدثها وجود الجماعة. وإذا نصل إلى أن الدين، شوف بقى، في نظر العلم لم ينزل من السماء ولم يهبط به الوحي. ده كلام ربنا اهو يا اخوانا، الكلام اللي هو بيقوله اهو بيقول ان هو ده كلام ربنا ما نزلش من السماء ولم يهبط به. وإذا نصل إلى أن الدين في نظر العلم لم ينزل من السماء ولم يهبط به الوحي، وإنما خرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها. ده كلام دورقيم على فكرة، إيميل دورقيم، اللي هو خده، اللي هو أستاذه، اللي هو متخذه والعياذ بالله إله يعبد من دين الله. هو ده فكر طه حسين يا اخوان. نشرت مجلة الحديث التي تصدر في حلب نموذج من 4 محاضرات ألقاها طه حسين على طلبة كلية الآداب. بيقول ونحن نستطيع أن نظفر بشيء واحد. إيه يا عم اللي أنت فزت بيه يا عم الحاج وظفرت بيه؟ يؤيد ما أشرنا إليه، هو أن الكتاب شيء آخر يغير القرآن، كان موجودا قبل إنزال القرآن، والقرآن صورة عربية منه، وقد أخذ صورا من قبل كالتوراة والإنجيل. وإذن فالقرآن، اسمع كلام طه حسين، دين محلي لا إنساني عالمي، قيمته وخطره في هذه المحلية وحدها. قل يا طه، قال صاحبه متأثرا بحياته التي عاشها وعاش فيها، ولذلك يعد تعبيرا صادقا على أن هذه الحياة العربية أو يرسم هدفا عاما للإنسان، فليس ذلك بحق. إنه دين بشري وليس وحيا إلهيا، والقرآن مؤلفا. اسمع يا علماني، اسمع يا حر يا ليبرالي يا جامد طه حسين اللي انت بتاخد كلامه وبتقول ده كلامنا. اسمع يا مسلم، إنه دين بشري وليس وحيا إلهيا. ماشي يا عم الحاج، وبعدين والقرآن مؤلفا ومؤلفه نبيه محمد، ويمثل تأليفه أنه يمثل الحياة العربية المحدودة في شبه جزيرة العرب في اتجاهاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والدينية. ايه واضح الكلام ولا نقوله تاني يا اخوانا؟ الراجل بيقول اللي ألف القرآن ده مين؟ النبي محمد. يا في كتابه في الصيف. انتوا بقى حددوا بقى الكلام ده وخدوا الكلام ده وضعوه تحت مجهر شرعي. يا اخوانا الناس اللي بتتبعوا طه حسين وعمالين تقول لك لا والله مش عايزين والدولة الإسلامية لا والكلام ده كله، وبتمشي ورا طه حسين وغيره ولو كواكبي والناس اللي معاه، انا عايزكم تعرضوا الكلام ده على العقل. حتى هل حد منكم يلي مضحوك عليكم بيقول ان الكلام القرآن ده ألفه محمد؟ ما اظنش الكلام ده.
طيب تعالى في كتاب الصيف بيقول إذا كان من حق الناس جميعا أن يقرأوا الكتب الدينية اللي هي السماوية يعني يدرسون ويتذوقون جمالها الفني، فلما لا يكون من حقهم أن يعلنون نتائج هذا التذوق؟ أنت أكلت أكلة يا مسلم فلازم أن تقول الأكلة دي مرة حلوة طعمها حلو وبحيث ما تنفعش ولا تنفع. طب يا عم الحاج، فطبعا أنت قرأت القرآن، قرأت الكتب السماوية، لازم أن تقول رأيك بقى والدرس والفهم. بيقول لك لما لا يكون من حق الناس أن يعلنوا آراءهم في هذه الكتب، هي موضع للبحث الفني والعلمي بقطع النظر عن مكانتها الدينية. انت مش عايزك تبص لمكانتها الدينية ولا حاجة، خليك بقى ما تبقاش عبيط كده واهبل كده وبتاع وراجع لورا، ما هو ده رأيهم. انت تبص في الكتاب الآية دي حلوة، الآية دي ما تعجبنيش، لا تعدد زوجات، لا واحدة تقول لك مش عايز تعدد زوجات وانت تقول لها كذا، وتبصص في القرآن كده مش هتلاقي ايه آيتين ونص، يعني بسم الله الرحمن الرحيم وخلص الموضوع. يعني يمكن بسم الله الرحمن الرحيم تلاقي هيشيلوها كمان. خلاص بقى من حقك تقول رأيك، ما هي الليبرالية بقى حرية واضحة، ما هي زاطت بقى اي حد يقول اي حاجة. الدكتور عبد الحميد سعيد كان في خطابه امام مجلس النواب المصري سنة 32 الى ان قال ان طه حسين كان يكلف بعض طلباتهم بأن ينقضوا بعض آيات من القرآن الكريم بعينها لهم، ويطلب منهم إثبات هذا النقد في كراسات يتلونها عليهم. قدم الراجل كراسة من الكراسات دي وقال فيها ايه بقى؟ كان مدون فيها محاضرة لكلية الآداب سنة 28. طه حسين بيقول يا اخواننا ايه بقى؟ وصلنا في المرحلة الماضية إلى موضوع اختلاف الأساليب في القرآن، وقررنا أنه ليس على نسق واحد. القرآن على فكرة أشوف بقى المعلومة اهي، خلي بالك يا مسلم اسمع. وقررنا أنه ليس على نسق واحد. وإيه تاني يا عم طه؟ واليوم نوضح الفكرة، ليس القرآن إلا كتابا ككل الكتب، يا خبر أبيض، الخاضعة للنقد، فيجب ما يجري عليه ما يجري عليها على أي كتب تانية بقى اللي من حقك تنقد. والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر نهائيا عن قداسته. لو انت بصيت لقدام شويه وتعدي الراجل ده ابن الذين دمت في 73، لو انت بصيت في اول التسعينات كده هتلاقي مين؟ نصر ابو زيد قال لك ما تقوليش عن القداسه والكتاب مقدس وغيره. ما هو نصر ابو زيد والله لا والله لن نتقدم الا حينما نضع القران تحت اقدامنا. ما هو دي سبيلكم وطريقكم. تعالى يا عم الحاج اسمع يا ليبرالي، التي نتصورها وان نعتبره كتابا عاديا فتقول فيه كلمتكم، تقول في القرآن بقى براحتك، ويجب أن يختص كل واحد منكم بنقد شيء من هذا الكتاب يبين ما يأخذه عليه. يعني من حقك بقى تقول رأيك، زي ما اسمها دي تلميذته المشهورة كانت بتقول لك ازاي انا راجل، واحدة دكتورة جامعية كبيرة جدا ومشهورة، ويجي الساعي بتاعي ولا البواب بتاعي شهادته بشهادة 2 مننا، مش عاجبها بقى بشيلها من القرآن بقى، ما هو ده اللي ماشي في السوق، حرية. لم أكن في اللجنة، هو طبعا بيزعلان جدا في كوكب الشرق، بيقول لك أغسطس 33 ده في طبعا مش كوكب الشرق أم كلثوم، ده كوكب الشرق اللي هي الجريدة. لم أكن في اللجنة التي وضعت الدستور القديم. طب يا عم طه، ولم أكن بين الذين وضعوا الدستور الجديد. إن الناس زعلانة دلوقتي، بيقول لك في ناس بتقول لك لا المادة الثانية وغيرها، لا ما هو طه حسين هو أستاذهم. ولم يستشرني أولئك وهؤلاء في النص الذي اشتمل عليه الدستوران جميعا، والذي يعلن أن للدولة المصرية دينا رسميا هو الإسلام، ولو قد استشارني أولئك وهؤلاء لطلبت إليهم أن يتدبروا وأن يتفكروا قبل أن يضعوا هذا النص في الدستور. الراجل مش عايز الدين يا إخواننا، واضح هو والله. تكلم عن دولة النبي، بيقول إن الدولة التي أقامها النبي لم تكن دولة دينية بأضيق معنى الكلمة، ولا ديمقراطية ولا ملكية ولا دولة تحكمها مكة، ما الدولة إيه؟ ولكنها من نوع خاص على نسق إيه؟ السياسي القبلي، بعد أن أضيف إليه العنصر الديني بما يضمن من عناصر التهذيب والاستقامة. يا هذا هو طه حسين. في مستقبل الثقافة في مصر بيقول لك إن سبيل النهضة واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي أن تسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم، لنكون لهم أندادا ولا نكون لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرها وحلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب، ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع مخادع. يعني انت مخادع والله يا شيخ، وارمك السماعة دي وخلاص مالكش لازمة. يعني نسير سيرة الأوروبيين. أنا هسأل الليبرالي دلوقتي الموجود، يا ليبرالي يا راجل يا شرقي، مش بتنادي بالحاجات دي بالحريات؟ لو انت عندك أخت ووصلت 16-18 سنة، ترضى بقى انها ايه؟ العملية تبقى سالكة معاها وواضحة، تسكن بره وتتخذ صديق، بس على الطريقة الأوروبية، صديق يعني زوج عندنا في مصر هنا عادي، وتاخد واحد النوتة بتاعتها تبقى مليانة على الآخر. لا ما بقاش في نوتة بقى زي زمان دلوقتي أيام طه حسين، الموبايل دلوقتي بيشيل كتير. يعني البنت أبوها ما يقدرش إيه
يكسر عينها خلاص ولا يكسر ضلعها. كان زمان يقول لك كسروا البت ضلع يطلع ايه 24 ولا 50 ضلع، دلوقتي والله خلاص هي اللي البت كسرت عينينا. ليه؟ ليبراليه يا عم الحاج. من حق البنت. طب احنا عايزين نسير سيره الاوروبيين، يعني البت خلاص والواد يعمل ايه بقى؟ والعمليه تبقى سايبه ومفيش لا دين ولا حاجه ولا حتى اي شيء في اي شيء. حتى هذا الرجل طه حسين كان رجل يكذب على الجميع. انا هجيب لكم من دائره المعارف البريطانيه والفرنسيه رد على هذا الكلام. برأوا المسلمين وبرأوا عمرو بن العاص وهذا الرجل المجرم والعياذ بالله. اسال الله ان يعني اقول في ايه بقى، مش عارف والله. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه وفضلنا عن كثير من خلق تفضيل. بيتكلم عن حرق مكتبة الاسكندرية ويتهم سيدنا عمرو بن العاص والمسلمين ان هم ايه، طبعا بالنسبة له المسلمين اغبياء ان هم يحرقوا الكلام ده. الكلام ده ايه بعيد عنه. هنقول نسمع كلامه. فليس من الغريب في شيء ان امة بدوية، شو بقى بدوية كالأمة العربية، قد اعتنقت دينا جديدا كالدين الإسلامي. ليس من الغريب أن أمة كهذه الأمة تقوم على تحريق كتب لا تعلم ما فيها. جهل بقى يا عم طه ولا ايه؟ ولكنها تعلم أنها تمثل دينا غير الدين الذي أذعنت له وكتبت فيه. الراجل بيتهمنا ان احنا حرقنا المكتبه. يعني ده في ناس كتيره جدا والله مستشرقين قالوا ان الكلام ده غلط، بس انا جبت لكم ايه رايين اتنين بس عشان ما اطولش عليكم. في دائره المعارف البريطانيه تقول ان الدعوه ليست في الحقيقه الا مهاتره وتلفيقا، لان المكتبه لم تكن يوم الفتح العربي شيئا ذا قيمه بعد الحرائق التي انتابتها قبل العرب بزمن طويل. دائرة المعارف الفرنسية بتقول إنه ليس بصدق أن يكون عمرو بن العاص قد أمر بإحراق بقايا مكتبة الإسكندرية التي كان المسيحيون قد سبقوا فأعدموها. ولكن طه حسين له رأي آخر. الراجل يا إخواننا له رأي آخر والله. الراجل بيقول لك أنا عادي أو العادي جدا. طه حسين تعال نشوف بقى رأيه في الصحابة إيه، وبيتكلم بيقول إيه في الصحابة عشان بس إيه بنجيبش حاجة من عندنا، اللي هم خير ناس صاروا على هذه الأرض بعد الأنبياء. بيتكلم طبعا على في الشيخان، بيتكلم في سقيفة بني ساعدة اللي هي توليد سيدنا أبو بكر وكده، وده الكلام اللي بيرددوه الشيعة وبيرددوا واحد زي ده تلاقي إبراهيم عيسى ولا غيره ولا والناس اللي قاعدة لي كده أصلا على البتاع عمالة تتكلم وخلاص. في حديثة سقيفة بني ساعدة بيقول لك لست أطمئن إلى أكثر ما يرويه الرواة من نصوص الحوار الذي كان بين أبي بكر وصاحبيه من جهتي وبين الأنصار من جهة أخرى. هو مش مؤمن بالكلام ده. ينظر إلى ابن عباس وعلي عن إيه طعن في حديث ابن عباس وعلي عن موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العباس عر فالموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية دي لا رواية في البخاري وأحمد عادي يعني. بيقول لك إيه وشكك في استسقاء عمر بالعباس، ويتكلم وصف سيدنا عمر بيقول لك في أكثر من موضع، بيقول لك بالبطش وقال ثم لم يمت حتى ملته قريش. عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الإيه يا أولي بس ولا إيه. والله الأحاديث في عمر كثيرة والله. الأعداء نفسهم يشهدون لعمر وأنت تتكلم في حق عمر. في كتاب الوعد الحق يتكلم عن ظلم عثمان وطغيانه. سيدنا عثمان ذو النورين الذي تستحي منه ملائكة، وأنه ما زال يضرب ابن مسعود حتى انكسر ضلعه، وأشبع عمار بن ياسر ضربا حتى أصابه الفتق وغشي عليه وفاتته صلوات الظهر والعصر والمغرب. وطبعا انتقد ابو بكر بانه حصل الخلافه في قريش، مع ان الحديث بيقول لك الايه الانبياء خلفاء من قريش. طب طه حسين وحديثه عن القران بيقول لك الاستاذ انور الجندي بيتكلم في السنوات الاخيره من حياه طه حسين، كان بيقول لك ايه بقى؟ كان لا يزال الرجل يردد شبهاته في مجلس ضم اللواء محمود شيخ خطاب الذي روى القصه الاستاذ انور. كان الكلام ده سنه 72. قال طه حسين ان القران كان غير منقط. القران كانش مش عليه نقط ولا حاجه، ولذلك فقد حدث فيه اختلاف كثير، فهناك وهناك كلمات تنطق كذا وكذا فتبينوا وتثبتوا. الراجل يا اخوانا عايز ينصحنا، القرآن ما كانش منقط يبقى كان فيه اخطاء كثير. هذه يعني كلمات يستحي منها الشيطان ان يقولها يا طه. والله انت لم تكن والله اعمى البصر ولكنك اعمى البصيرة. يا قد تجرأت والله كثيرا. رد عليه الدكتور اللواء خطاب بيقول له يا دكتور إن الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هل لو كانت كلمات اختلف فيها أما كان الفقهاء والمفسرون سجلوا ذلك؟ إننا لا نجد في كتاب التفسير أو القراءات ما يدل على ما ذهبتم إليه، إنما تقولون به هو ما قاله مسنون
وغيره من المستشرقين افتراء على القرآن والإسلام، ولا بد من مواجهة هذا والجهاد فيه. صمت طبعا طه حسين، طبعا بهت الذي كفر. لحظة، قال لماذا لم تقولون أن فلانا هنا ومعنا؟ إني أعتب عليك يا دكتور مع إيه مذكور. طيب نتكلم ونكمل بقى. قال إيه في الصحابة؟ جعل من حبر الأمة وترجمان القرآن اللي هو ابن عباس لصا يأخذ من بيت مال المسلمين في البصرة ويهرب إلى الإيه؟ إلى الحجاز. تكلم عن خالد وقال أنه عنيف في سيفه راق لأنه يحب القتل، وخالد يحب التزوج، وخالد وعشيرته يعرفون بالعقب والخيلاء. واعتبر ان احنا دخول يعتبر احتلال، يعني الاسلام دخل ده احتلال مش. والاقباط لغايه دلوقتي بيستشهدوا بالكلام ده، نصارى وعباد الصليب يستشهدون بك، وتخش على موقعهم هتلاقي كتب موجوده وكتب نصر ابو زيد وغيره وغيره. ان المصريين قد خضعوا لضروب من البغض والوان من العدوان، جاءتهم من الفرس واليونان وجاءتهم من العرب والترك والفرنسيين. احتلال مستمر، مع انه في نفس الوقت بيعتبر المحتل الفرنساوي البريطاني صديق ليه. تعال نشوف. المستعمر صديق، يقول نحن نريد أن نضارع الأمم الأوروبية في قوتها الحربية لنرد عن أنفسنا غارة المغير، ونقول لأصدقائنا الإنجليز بعد أعوام انصرفوا مشكورين فقد أصبحنا قادرين على حماية القناة. يعني هم كانوا جايين. طب ماشي. بيتكلم بقى عن الناس اللي قتلت سيدنا عثمان، الذين ضاقوا بهؤلاء العمال الذين وراءهم ولاهم عثمان وصاروا عليه ونقموا من عثمان لم يكونوا مخطئين. ما الناس دي اللي قتلت عثمان مش مخطئين يعني ان هم صاروا عليه وكده وتامروا. بيتكلم على ابن سبأ واللي معاه بيبرئهم، بيقول فلم يأتمروا ولم يسعوا بالفساد بين الخصمين وانما سمعوا واطاعوا واخلصوا الاخلاص كلهم. والراجل ده بيدافع عن الزنادقه بغريبه جدا. هذا الزنديق يقول في عهد بني العباس قال ومن الخلفاء العباسيين من غلا في امتحان بعض الناس واسرف في قتلهم، ياخذ بعضهم بالشبهه والوشايه وسوء القاله كالذي صنع المهدي في تتبع الزنادقه، حتى ان الحلاج الذي كفره الكافرون انفسهم يدافع عنه ويقول لم يقتل لانه زنديق. انت بتقتل ليه يا عم الحاج؟ هذا الرجل الذي كان يقول ان الله يحل في الاماكن حتى الاماكن الخاربه والاماكن العافنه عادي جدا خالص. الحلاج وابن عرب والناس اللي الزنادقه دول بيدافع عنه، بيقول ان كان سبب قتل الحلاج وصلبه ليست زندقه وانما كان اتصال رجال الدين والغلاة منهم في الراي بالسلطان وسيطرتهم عليه. بيتكلم حتى عن يعني عن عمر بطريقه غريبه جدا. بيتكلم عن سيدنا عمر، بيقول ان الناس كانوا يعارضون حكم عمر لكنهم كانوا يخشون سلطانه كما يخافون منه. والثوره على عثمان، الثوره على عثمان كانت ايه؟ دليل على فشل التجربه الاسلاميه. يعني التجربه الاسلاميه فشل ومالناش حق ونرمي الميكروفون ده وخلص الموضوع. وان الوقت لم يعد في مصلحه الحكم والخلافه الاسلاميه، وده اللي كان بيقوله لو انت خدت بالك يعني باسلوب غير مباشر من عمرو اديب لما كان بيقول لك ان خلاص ان الثلاثه الخلفاء الراشدين ماتوا مقتولين، وانا مش عايز ان اللحيه ولا النقاب يحكموني ولا انا عايز ان الدين يحكمني. الراجل خلاص يا سبحانك يا رب ستبوء بهذا الاسم يا طه والله. لما تخلي الناس زي كده وتغري ناس زي كده وتضحك عليهم. شاب كتير المضحوك عليه. انا بقى ان شاء الله تعالى اجيب لحضراتكم حاجات بتدل ان طه حسين مدى عملته للاعداء. طه حسين وعملته للاعداء بيقول ايه والناس بتقول له ايه وهم. تعال نشوف. مش هقول لك بقى احنا كنا بنتكلم عليه المسلمين والمشايخ بتقول عليه ايه. بيقول لك هامل كونجستان بيقول لك سواء ما قبلت اراء طه حسين بالموافقه ام لم تقابل فلا بد ان يقضي ايه نفوذه الواسع الذي يتمتع به الى توطيد المبادئ التي يدعو اليها. بيقولوا ان المحاوله الجريئه التي قام بها طه حسين ومن يسانده في الراي لتخليص الدراسه العربيه من شباك العلوم الدينيه هي حركه لا يمكن تحديد اثارها على مستقبل الاسلام. هو طبعا قال لك كده انني افكر بالفرنسيه واكتب بالعربيه عادي جدا. تقرير تبناه مايو البابا كان موجود وكان وده اصلا عن الامين الامن القومي الامريكي والاداره البريطانيه كانوا عاملين التقرير ده. بيقول لك لجنه مكافحه الاسلام بتقول لك ايه بقى اللي بيكافحوا الاسلام؟ التوصيات بتاعتها وجوب تسليط الدعايه والاعلام على مجددي الدين كطه حسين وامثاله. ما هو يقول لك احنا عايزين تجديد خطاب الدين لما وجعتوا قلبنا بتجديد خطاب الدين. عايزين ايه من تجديد خطاب الدين؟ مش عارفين. والله لهم حاجات غريبه جدا الناس دي. لا هم فاهمين يعني ايه تجديد ولا غيره، هم عايزين يضيعوا منا الدين خالص. تعال نشوف طه حسين نيروز مستر نيروز بيقول لك ايه الذي قال لطه حسين عشان تعرف ان الراجل ده بالفعل اكيد تنصر.
يعني الراجل ده اكيد يعني طلع من الدين، وبالفعل هو طلع من الدين، مش محتاج ان هو الواحد يحكم عليه بهذا الامر، ولكن احنا محتاج ان احنا بس نقول لك موضوع التنصر صح ولا لا. تعال نشوف الراجل ده، ورساله طويله تحريضيه راجل بعتها له مستر نبروز او نروز المسلمين، بيقول لك ايه؟ بان المسلمين لو اتحدوا تحت لواء العربيه سيكونون لعنه على العالم، اما لو انهم ظلوا متفرقين فلن يكون لهم وزن أو تأثير. وأكد في الرسالة على ضرورة القضاء على السنة، لأن السنة مبني على الأحاديث أكثر مما هو مبني على إيه؟ على القرآن. يعني شوف بعت له رسالة إن احنا لابد إن احنا نقضي عن الدين. حد عنده رأي جديد؟ هاملتون جيب بيقول لك إيه بقى؟ ذلك أن طه حسين كان قد أعد إعدادا خاصا ليكون قادرا على تغيير الأعراف الإسلامية السائدة وبث أعراف غربية بدلا منها عن طريق مجموعة من الأساتذة المبثوثين في المعارف والجامعات، وقدرة فائقة على تغيير المناهج على نحو عرف به، خاصة في المجال اللغة العربية والأدب العربي والتاريخ، وكلها ترمي إلى غاية واحدة هي سيادة الفكر الغربي وسيطرته. هو ده طه حسين يا أخوان. تعال أبا إيمان بيقول لك إيه بقى؟ أسعدني كثيرا، اليهود بيقولوا بقى لقد لقائي مع طه حسين، واتصلت على الفور بميخائيل يارو وبنيامين بيت جلالي حلاجمي وحدثتهم عن اتفاقي مع هذا البروفيسور الكبير، فقد كان لقاء مثمرا جدا عندما وجدته متحمسا، شوف راجل متحمس والله، لنا وذو معرفة أسطورية وخرافية عن تاريخ اليهود واللغات السامية، فقلما أجد بين مثقفا أو مفكرا بهذا الطراز، ده طبعا بين العرب يعني، حيث كان في دفاعه وعناده قويا وفي فكره بارعا. لقد عرضت عليه أن أقوم بنشر مقالاتي في الصحف الفرنسية وأن أترجمها على الفور وأرسلها إلى إسرائيل، فابتسم ابتسامة مليئة بذكائه المعهود وقال لي لا تتعجل، تعال الراجل جاي. وحينما سألته عن كتابته لكتابة الإسلام وأصول الحكم، اللي هو بتاع عبد الرازق ده اللي يولع بجاهز، اللي هو اتسحب منه سنة 25 عالمية الأزهر وحكم بردته رسميا، الذي يتشابه في أصوله مع كتاب الشعر الجاهلي كما يردد أهل الثقافة، فصمت دون تعليق. ففهمت أن له دوره في إعداد وكتابة الكتاب، فحمدت الرب الذي وهبنا مثل هذا الرجل. الراجل نفسه اليهودي بيحمد ربنا اللي هو بيعبده بالنسبة له والعياذ بالله، وهذا البطلان بيقول لك أنا بحمده خلاص. ليه؟ لأن ربنا بعت لنا واحد يا إخواننا والله هياها في آخر الثمانينيات وأول التسعينيات كنا نحذر لغاية ما دخلنا المعتقلات والسجون، فتحنا حسن مبارك قتله الله والله وزله الله في هذا القفص الذي هو موجود فيه. كنا بنقول يا اخوانا الراجل ده عمين والراجل ده وحش والراجل ده مش كويس والراجل ده مش هقول لك بقى تغييب شريعه ولا حاجه، لا ده الراجل ده باع المآذن والقرآن والدين وباع خيرات البلد. الناس ما كانتش بتصدق لما عدت سنين وسنين وفي الاخر جايين يصدقوا. اليهود بقى لما الراجل وقع بيقول لك ان هذا الرجل، هم اليهود بيقول لك ان هبه من السماء، وقالوا عنه ان مبارك الذي منع والذي حقن دماء آلاف اليهود. طبعا لما شدد على رفح وقفل الباب على الفلسطينيين وجوعهم بموضوع حجة السلاح وغيره والكلام ده كله، وقالوا انه هبة من الله. هم يقولون عن ايه؟ عن مبارك هذا الكلام. اذا مبارك عليه علامة ايه؟ استفهام. مش معنى طه حسين بقى بيقول لك ايه؟ علق احد الحكمات بعد لقائي بطه حسين قائلا الان اشعر ان ايه؟ بضاعتنا ردت الينا. طبعا حكام اسمه مناحم، كتاب له اسمه المصري. كان لإسرائيل والفنسون دورا كبيرا في لقاء مجلس الحكامات في فرنسا بالدكتور طه حسين، هذا الرجل الذي وفر علينا الكثير في أن يعود إلينا مجدنا وحضارتنا التي تضاعت باستراتيجية محمد وهبالاته وأفعاله. شوف الراجل بيقول لك ايه؟ طبعا نقل الكفر يا اخوانا ليس بكافر، وأنقله والله وأنا يعني حزين يعني، لأن الناس تتبع مثل هذا الرجل، وراجل بالنسبة لهم يعني مش عايز أقول لك مش معلوم، كتاباته موجودة، بس المثل بيقول لك يعني حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. أنا طبعا لا أقول أنني بالفعل أنا عدو لطه حسين وأمثاله، يعني لا أتمنى الخطأ لأحد والله، ولكن هو الرجل الذي أخطأ ونعرض خطأه. أما أنت أيها الليبرالي التي تقول أنك تحبه، هل تتجاوز عن هذه الأخطاء؟ اعلنها وكن واضح مع نفسك. بيتكلم بقى عن التي ضاعت باستراتيجية محمد وهبالاته وأفعاله معنا في خيبر، فقد وجدناه يحفظ تراثنا ويتحدث بصوتنا وبما لا يستطيع به أحد منا،
وقد أسعدني أن لهذا الرجل تأثيرا كبيرا في الأوساط الفكرية والثقافية العربية، فأخذنا العهد على أن نشمله بالرعاية ونحيطه بهالة من الجلال والعظمة. طبعا يا أخواننا لابد أن الأضواء تسلط على هؤلاء القوم، بالفعل ده موجود. حتى بس الأخ لما يجي حد يقول لك والله طب أنت يعني عمال تكفر وبتقول احنا مش تكفيريين، وهيقول لك لا والله أنت بتكفر وبتعمل. أنا هجيب لكم يا أخوان ده فتوى أحد العلماء، وأظنها كانت فتوى علماء عصر طه حسين في هذا الأمر. هو اسمه عبد رب مفتاح، هذا الرجل العالم الأزهري الكبير تكلم في هذه الفتوى. يكفينا أن أقول لكم هذه الفتوى بيقول لك إيه: وكيف تزعم أيها الدكتور أن بعض العلماء أثار هذا الأمر أمر كفرك، وها أنا ذا أصرح لك واتبعت في ذلك علي وحدي بأن العلماء أجمعين وعلى بكرة أو عن بكرة أبيهم يحكمون عليك بالكفر، وبالكفر الصريح الذي لا تأويل فيه ولا تجوز، وأتحداك وأطلب منك بإلحاح أو رجاء أن تدلني على واحد منهم واحد فقط يحكم عليك بالفسوق والعصيان دون الكفر. أجل إني وأنا من بينهم أتهمك بالكفر وأتحمل تبعة هذا الاتهام، وعليك تبرئة نفسك من هذا الاتهام الشائن والمطالبة بمالك من حقوق علي. وطبعا والله أقسم لكم بالله أني معي يعني كثير جدا جدا، والعلماء اللي ردوا عليه، والأستاذ حسن البنا رحمة الله عليه الشهيد، وسانور الجندي نحسبهم كذلك يعني، وزملاتي وأصدقائي في هذه القضية يعني. ولكن لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أريد أن أوضح نقطة واحدة بس. أيها العلماني، يا من تتخذ من طه حسين رمزا لك، هذا هو طه حسين إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للإخوة إن شاء الله تعالى قد عهدتكم أنا أتكلم عن الكواكبي وغيري وعبد الرازق والسعداوي وغيرها، والناس اللي دي كده أصلا، ونصر أبو زيد ونجيب محفور أو نجيب محفوظ يعني، والناس دي أصلا عشان والله لن أترك لهم ورق التوت يسترون بها عوراتهم، لا أفضل أنحنهم في كل مكان، وفي كل مكان أذهب إليه، ولا أقولن قولة الحق في وجههم، ولن نخشى في الله لومة لائم، وهذا ديننا. هذه بضاعتنا أيها الليبراليون، هذه بضاعة الإسلام، وهذا هو قدوتنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أما من هم قدوتكم؟ طه حسين الرجل الذي يسب هذا العميل، ونحن نتشرف أن نكون يعني إمامنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن خلفهم هؤلاء هم سادتنا وكرماؤنا وأحباؤنا ومشايخنا، ونسير على ضربهم والله العظيم. أما أنتم فماذا فتسيرون وراء من؟ قولوا لي بالله عليكم. طه حسين هذا هو أولا إن شاء الله تبارك وتعالى، حسيني تحت المجر الشرعي إن شاء الله تبارك وتعالى. وسنستعمل معكم، لا أقول والله مشرط الطبيب، ولكن ساطور الجزار، كي نشرح حياة هؤلاء الذين باعوا القرآن والبلاد والدين وهم به من الراضين. طه حسين الذي قالت عنه زوجته أنه دار معها في كنائس فرنسا كلها ولم يدخل مسجد القدس. طه حسين الذي قال عنه سكرتيره بعد 30 سنة و40 سنة أن هذا الرجل تنصر في إحدى الكنائس. وهنا كلام علماء كتير جدا جدا والله العظيم، مش عايز أقول لكم لم يكن بالمئات بل بالآلاف، ولكن لضيق الوقت وأن الحديث معكم لشيق لولا أن الوقت ضيق. وأسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما تحب ويرضى، وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.